مدرب كريستيانو على رادار النادي الأهلي خلفا لمارسيل كولر. النادي الأهلي اللي تعرض لتعادل مفاجئ أمام بيراميدز رغم إن كل المؤشرات كانت بتقول إن النادي الأهلي هينزل ما قداموش حل غير الفوز، ولكن نتيجة المباراة جت عكس المتوقع تماما، والأداء جوه أرض الملعب جه زي ما كان متوقع تماما. وده لأن لو جيت بصيت على النادي الأهلي خلال الموسم الحالي هتلاقي الأداء من سيء لأسوأ لأسوأ، وعشان كده النادي الأهلي تعرض لتعادل قصاد نادي بيراميدز. في الظروف الطبيعية نتيجة التعادل ممكن تعدي، ولكن في ظروف النادي الأهلي الحالية نتيجة التعادل استحالة تعدي، وعشان كده النادي الأهلي بدأ يفتح خط مفاوضات مع مدربين كتار جدا، وواحد من ضمنهم هو مدرب كريستيانو والنصر السعودي السابق لويس كاسترو. لويس كاسترو ده مدرب كبير جدا، ولكن في الحقيقة كده محتاج لدعم مالي. طب والدعم المالي هيكون سعودي ومن خلال رجال الأعمال، فهترى النادي الاهلي هيتنازل عن مبادئ وسقف التعاقدات ويتعاقد مع لويس كاسترو خصوصا بقى علشان خاطر كاس العالم للانديه، ولا هيفكر في مدرب من الفئه المتوسطه؟ سيب بقى رايك وتوقعك في الكومنتات، وقول اصلا كولر هيمشي ولا لا.